رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. يتواصل الكلام معكم أحبتي في هذه الأيام من هذا الشهر الكريم الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة ويمن علينا وعلى جميع المسلمين، وأن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا من المقبولين ومن عتقائه من النار ومن الفائزين بجنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويتواصل الكلام عن قصص صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد انتهينا بحمد الله عز وجل من وقفات، ولا أقول من سير، وقفات موجزة في سير الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وجمعنا الله وإياه في الفردوس الأعلى. حقيقة رأيت من الحق علينا أن نتكلم في هذا الدرس عن امرأة عظيمة. سنوقف الكلام عن الصحابة ونتكلم عن صحابية جليلة، لأن النساء لهم حق علينا، والنساء شقائق الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة العظيمة التي معنا في هذا اللقاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما، وكان يقدرها ويحترمها ويجلها، وكان وفيا لها صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي صلوات ربي وسلامه عليه. خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذه الصحابية الجليلة أولى أمهات المؤمنين وأولى زوجات رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به من البشر على الإطلاق. آمنت قبل أبي بكر، آمنت قبل علي، آمنت قبل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عن جميع الأصحاب. هي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. وهذا يبين لنا إخواني وأحبتي فضل المرأة في الإسلام. الإسلام لم يمتهن المرأة، الإسلام لم يحتقر المرأة، الإسلام لم يحجر على المرأة كما يصور أعداء الإسلام في الشرق والغرب ويشوه صورة الإسلام، أن الإسلام ضرب سياجا على المرأة، على حريتها، على منعها من الانطلاق كما يقولون، منعها من أن تكون عضوا فاعلا في المجتمع. كل هذه كلمات لا أساس لها من الصحة. بل ليس هناك شريعة في تاريخ البشرية، ليس في تاريخ المعاصر، بل ليس هناك شريعة في تاريخ البشرية منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قد كرمت المرأة كشريعة الإسلام. ماذا كانت المرأة عند اليونانيين؟ ماذا كانت المرأة عند الإغريقيين؟ ماذا كانت المرأة عند الفراعنة؟ ماذا كانت المرأة عند الفينيقيين؟ ماذا كانت المرأة عند الجاهليين؟ يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت المرأة
وتكون المرأة عند اليهود والنصارى، وكيف هي المرأة في الغرب، قارن بين حال المرأة في هذه الديانات وفي هذه الأمم وبين حال المرأة في الإسلام. لا مجال للمقارنة أصلا. تجد البون الشاسع والفرق الكبير كما بين السماء والأرض. كيف أن الإسلام فضل المرأة وأعلى من كرامتها وأعلى من مكانتها. المرأة في الإسلام خادمة مخدومة وليست بخادمة، بل جعل الإسلام خدمتها لزوجها، جعله الإسلام من أجل الطاعات والقربات. المرأة مكرمة، كرمها الإسلام أما، ولا يخفاكم النصوص الكثيرة في هذا، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة عند أقدامها، كما قال له ذلك الرجل: أريد أن أجاهد، قال: عندك أم أحية والدتك؟ قال: نعم. قال: فالزم رجلها فثم الجنة. وجعل طاعتها من طاعة الله عز وجل، وبرها قرنه مع عبادته سبحانه وتعالى، فكرمها أما، وكرمها جدة، وكرمها خالة. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: الخالة بمنزلة الأم. كرمها عمة، كرمها ابنة، كرمها زوجة، كرمها امرأة أخرى، يعني زوجة لمسلم آخر، جعل لها حقوق عليك أيها المسلم، أن تغض الطرف عنها، أن لا تعترض لعرضها، أن تكف لسانك عن عرضها. المرأة مكرمة في الإسلام، ولذلك هناك أحكام خاصة للنساء، ألفت مجلدات ضخمة أحكام النساء، بل سورة في القرآن الكريم من أعظم السور، نحن نقرأها في هذه الليالي في صلاة التراويح، من أعظم سور القرآن الكريم وأكثر سور القرآن الكريم أحكاما وتفصيلات في الشريعة الإسلامية سورة النساء، سورة كاملة سميت بسورة النساء. هذا من تكريم المرأة في الإسلام ومن صيانة المرأة في الإسلام. ولذلك ينبغي بل يجب على المرأة المسلمة أن تفخر بذلك وأن تسعد بذلك، أن الله تبارك وتعالى كرمها بالحجاب وكرمها بالحياء وصانها وجعلها مخدومة. زوجك هو الذي يجب عليه أن يذهب وأن يكدح وأن يتعب وأن يشقى، كما قال الله تبارك وتعالى عن آدم: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيان، فتشقى، فجعل الشقاء على آدم، على الرجل، تكدح